مستر بيست هو اكبر واشهر يوتيوبر في العالم كله، بالاضافه انه اكتر يوتيوبر محبوب على المنصه كلها، ودي ميزه مش بيقدر يوصل لها كل المشاهير. مستر بيست هو واحد من اذكى الاشخاص اللي بداوا فيديوهات على يوتيوب، برغم ان بدايته كانت عاديه جدا وما كانش بيقدر يجيب حتى 100,000 مشاهده على الفيديوهات بتاعته، ولكن التحول الكبير والشهره اللي وصل ليها كانت مع اول ديل يعمله في حياته. الشركه اتفقت معاه على اعلان مقابل $5000، ولكن مستر بيست قال لهم خلوهم $10,000 وانا هتبرع بيهم كلهم لشخص فقير، ووعدكم ان الفيديو هيفايرل وهيجيب ملايين المشاهدات. الشركه وافقت على الديل، وبالفعل تمت الصفقه وعمل مستر بيست الفيديو، وكانت المفاجاه الكبيره الفيديو انتشر جدا وعمل ملايين المشاهدات لدرجه انه وصل 5 مليون مشاهده في اول ايام. ومن هنا بدات كل افكار الفيديوهات المجنونه والمختلفه اللي قدرت توصل مستر بيست لمكانه النهارده. تعالوا نتكلم على تفاصيل اكتر عن اليوتيوبر المحبوب مستر بيست. في البدايه احب اعرفكم ان مستر بيست ده مش اسمه الحقيقي، ولكن ده اسم الشهره بتاعه والبراند اللي اتشهر بيه على الانترنت وعلى اليوتيوب بالاخص. واسمه الحقيقي هو جيمي دونالدسون، وهو امريكي الجنسيه. بدا مستر بيست قناته على اليوتيوب سنة 2012 من أوضة نوم الصغيرة جدا، وكان بيعمل فيها فيديوهات عادية عن حاجات كتير مختلفة ما كانش حد بيعرفه وقتها وما كانش بيجيب مشاهدات خالص، ولكن فضل مستمر في عمل الفيديوهات من 2012 لحد 2017 بدون دخل مادي تقريبا، أو مجرد دخل بسيط ما كانش بيأكل عيش. وللأسف في الوقت ده كان بيحاول يعمل كل أنواع المحتوى والفيديوز اللي ممكن تجيب ليه فيوز أو تخليه مشهور، وللأسف كل ده ما كانش نافع معاه ولا بيجيب، لحد ما وصل لبداية التحول الرهيب والكبير اللي حصل في قناته، وهو فيديو التبرع ب $10,000 اللي قلت لكم عليه. مستر بيست وصل عدد مشتركين قناته حاليا فوق ال 150 مليون مشترك، وده رقم ضخم جدا، ولو مش مستوعب الرقم او مركز فيه وقف الفيديو ثواني وفكر كده في الرقم تاني. 150 مليون مشترك، وده بالاضافه لعدد المشاهدات الرهيب والكبير جدا اللي بيعمله، وتقريبا بيعمل حوالي نص مليار مشاهده شهريا. طبعا الارقام الكبيره والضخمه دي ما كانتش مجرد حظ ولا صدفه، ده نتيجه تعب ومجهود وشغل وافكار مجنونه ومصاريف بتقدر بملايين الدولارات، بتقدر بحوالي 2 مليون دولار شهريا. وطبعا ده كله عشان يعمل محتوى قوي وجذاب يقدر ينافس بيه العالم كله، ويقدر يجيب بيه ملايين المشتركين وملايين المشاهدات، وطبعا ملايين الدولارات من الارباح من اليوتيوب. ولو انت مش متابع القناه ومش مستوعب الارقام اللي بيصرفها على الانتاج بتاعت فيديوهاته، تقدر تتاكد بنفسك وتدخل على القناه الرئيسيه وتشوف الافكار المترقعه اللي بيعملها، وتشوف كميه الفلوس اللي ممكن يكون محتاجها عشان يطلع الافكار دي زي ما بتطلع في الفيديوهات. زي مثلا انه اشترى طياره ب 2 مليون دولار، وفكره فيديو تذكره ب 500,000 دولار، وفكره ليله في فندق بمليون دولار، واشترى جزيره وعملها جايزه مكسب لواحد من المشتركين بتوعه بمناسبه الوصول ل 100 مليون مشترك. افكار مترقعه تخليك تحس ان هو بيوزع فلوس ورق، والله زي ما بقول لك كده، من ضخامه الارقام وعددها تحس ان هو بيوزع فلوس ورق. ده بالاضافه الى فلوس الاعلانات والشركات والبراند بتاعه والمطعم اللي كسر الدنيا حرفيا، واللي هحكي لك قصته بالاخص دلوقتي. وطبعا كل ده بجانب الحاجه الاساسيه واللي بيحب يعملها، وهي التبرعات والفلوس اللي بيدفعها للناس الفقراء والناس المشردين. تقريبا بيتبرع بحوالي 2 مليون دولار شهريا. دي اكتر حاجه مستر بيست بيحب يعملها، ودي اكتر حاجه هو بيكون مبسوط وهو بيعملها، وفي نفس الوقت دي اكتر شيء بتخلي الناس بتحبه ومتعلقه بيه ومتعلقه بالفيديوهات بتاعته. الفيديوهات الرئيسيه على قناه مستر بيست هي عباره عن تحديات ومغامرات ومسابقات بيعملها بينه وبين صحابه، واوقات بيخليها بين ناس مختلفه خارج التيم بتاعه. ولكن التحديات دي مش مجرد تحديات عاديه زي اي قناه موجوده على اليوتيوب، ولكن دي تحديات كبيره جدا ومكلفه جدا. سلسله مثلا زي سلسله اخر حد يرفع ايده من الحاجه، وده عباره عن ان هو بيجيب شيء معين زي عربيه، زي طياره، ايوه طياره زي ما سمعت، زي صندوق فيه فلوس، زي اي شيء معين بيكون سعره غالي، بيجيب الاشخاص دي ويخليهم يحطوا ايديهم على الحاجه دي، واخر شخص هيرفع ايده من على الحاجه دي هو اللي هيكون صاحب النصيب. يعني ممكن يجيبك كده يقول لك حط ايدك على العربيه، لو انت كنت اخر واحد تشيل ايدك من العربيه هتكون بتاعتك. ومن اشهر الفيديوهات دي فيديو عمله مع اصحابه اليوتيوبرز المشهورين، جاب طياره قيمتها 2 مليون ونص دولار، وجاب اصحابه المشهورين اليوتيوبرز وخلى اخر واحد فيهم هيشيل ايده من على الطياره هتكون من نصيبه وهتكون بتاعته وملكه. وطبعا الفيديو ده كان مشهور جدا، والناس اتضايقت منه بسبب ان هم شايفين ان اصحابه اليوتيوبرز دول هم اغنياء بالفعل ومعاهم فلوس ومشهورين جدا، وممكن كان يعمل الفيديو ده مع ناس تانية تكون محتاجه الطياره دي. على الجانب التاني من اليوتيوب وحياه مستر بيست، انه بالفعل بدا يحارب مطاعم ماكدونالدز، وده القصه اللي قلت لك احكي لك عليها. مطعم ماكدونالدز احتاج حوالي 20 سنه كامله عشان يقدر يفتح 300 فرع بس، ولكن مستر بيست حطم الارقام القياسيه وعمل براند برجر لنفسه اسمه مستر بيست، وقدر يكسر الارقام دي ويحقق ارقام قياسيه ويفتح حوالي 1000 فرع في اقل من شهور معدوده، لدرجه ان كان بيفتح حوالي 50 فرع في الشهر الواحد. ودي كانت كارثه وحرب ومنافسه كبيره على براندات كبيره جدا زي ماكدونالدز وبرجر كينج. وطبعا الشهره الكبيره للمطعم بتاعه والمكسب الكبير بعد ما عمل اعلان للمطعم عن طريق فيديو مجنون، اطلب الاكل بتاعك وخد الفلوس معاه. I opened up the world's first free restaurant, and if that wasn't enough, I also paid people to eat at my restaurant. وبالفعل الفيديو ده كان فيديو مجنون جدا، ووصل عدد مشاهداته حوالي 130 مليون مشاهده على يوتيوب، وده رقم كبير جدا
خلى المطعم يتشهر في وقت قصير جدا ويحقق مبيعات وارقام ضخمه. مستر بيتس حاليا بيحطم الارقام القياسيه على يوتيوب وبيكسر الخوارزميات بعدد المشتركين وعدد الفيوز، واعتقد ان الفتره الجايه هيكتسح اليوتيوب كله وهيكون مالك على عرش اليوتيوب، هيكون اكبر واشهر يوتيوبر في العالم كله. وده كله بيرجع بسبب الافكار المجنونه والصعبه واللي فعلا ما يقدرش حد ينافسه عليها بنفس المستوى، لانها افكار صعبه جدا ومكلفه وبتوصل تكاليفها لملايين الدولارات شهريا. الحاجه اللي بتفضل وبتميز مستر بيتس واللي بتخلي الناس تحبه وهتفضل متعلقه بالفيديوهات بتاعته هو انه بيتبرع وبيساعد الناس الفقراء ومستمر في الموضوع ده. شكرا جدا لو انت وصلت لحد هنا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك الفيديو واشتراك في القناه عشان يجيلك اي فيديو جديد بنعمله. سلام.